شجرة العود بعد ما تنزرع أو بعد ما تنبت في الغابة لازم يمر عليها 20 سنة حتى تفرز المادة الزيتية اللي نتبخر منها. والمادة الزيتية عشان توصل مرحلة انك تتبخر منها لازم تمر عليها سنوات، وكل ما طالت مدة السنوات مادة الزيتية هذه الموجودة في الشجرة كل ما صار العود أجود وأفضل. يعني مثال العود اللي قص الشجرة وطلع العود منها خلال 5 سنوات من إصابة المرض غير العود يطلعونه من 30 سنة و40 و70 و80 سنة. فهذا الشجرة شو يسوي صاحب المزرعة أو رجال الغابة إذا دشوا لقوا لهم شجرة يقيمون عمرها في طريقة معينة بحسابات معينة في علم النباتات، يعرفون هذه كم عمرها. إذا لقوا عمر الشجرة طاف 20 سنة وما فيها إنتاج عود شو يسوون؟ يضربونها بالدرل، الدرل اللي يخرمون فيه الطوفة، عرفتوه؟ يخرمونها، تشوفون هذه كلها. فبعد ما يضربها في الدرل تبدأ عاد. السؤال يقول زين ليش يخرمون الشجرة؟ ليش يضربونها في الدرلات؟ نقول لأن الشجرة بعد ما تم تخريمها تبدأ الحشرات مثل ما تشوفون النمل أو العنكبوت نفس هذا، فيها بيت عنكبوت، إنزين تبدأ عاد الشجرة تحس إن فيها أجسام غريبة داخلها، تحس إن فيها خلل في بعض المواقع، فتبدأ جسمها يقاوم هذا المكان. فبعد ما يقاومه تنتج هذه المادة الزيتية. المادة الزيتية هذه كل ما طال عمرها مثل ما قلنا كل ما صارت رائحتها أجمل وجودتها أعلى. وتبدأ عاد هني مرحلة قص الشجر وتنظيفه وبيعه.